بيؤمن اليهود بولادة البقرة الحمراء في آخر الزمان، لأنها بالنسبة لهم بتدل على نهاية العالم ونزول المسيح المخلص، وهيخوضوا ضده معركة هرمجدون الكبرى. طب هيعملوا إيه بالبقرة الحمراء؟ هيذبحوها ويحرقوها ويستخدموا رمادها في تطهير أرض الهيكل، وبعد كده هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان مكان المسجد. في الكيان الصهيوني في مركز أبحاث اسمه معهد تمبل، مهمته إيجاد البقرة الحمراء أو حتى استنساخها. اللي يضحكك إن في 2017 وجدوا بقرة لونها أحمر في مزرعة بهولندا، واحتفلوا والفرحة كانت في كل مكان. وبعد جلب البقرة لفلسطين المحتلة واللي تم شرائها من صاحبها ب1,900,000 يورو، بالرغم من إن سعرها لا يتخطى 900 يورو، وجدوا في البقرة شعيرات سوداء، واكتشفوا إن هم تعرضوا لعملية نصب، وإن صاحب البقرة كان بصبغها باللون الأحمر، ده غير إن هو حقنها بمواد كيميائية وغفلهم بعد ما سمع عن الأسطورة بتاعتهم. وبالهنا والشفا.